لذلك الورم النقوي المتعدد هو نوع من السرطان يصيب خلايا البلازما في نخاع العظم، فعندما يحدث طفرة في هذه الخلية البلازمية يحدث تكاثر غير منضبط لهذه الخلايا البلازمية في نخاع العظم، مما يؤدي إلى الحالة المعروفة بالورم النقوي المتعدد. الآن ما هي عوامل الخطر للورم النقوي المتعدد؟ مع تقدمنا في العمر فإن ذلك بحد ذاته يعتبر عامل خطر، لذا فإن العمر بحد ذاته هو عامل خطر، وقد أظهرت دراسات مختلفة أنه أكثر شيوعا لدى الرجال مقارنة بالنساء. بعض المبيدات الحشرية أو مبيدات الآفات أيضا تزيد من الفرصة، التعرض لها يزيد من فرصة الإصابة بالورم النقوي المتعدد. الآن التاريخ العائلي للورم النقوي المتعدد أو أي اضطراب آخر في خلايا البلازما يمكن أن يزيد أيضا من فرص الإصابة بالورم النقوي المتعدد. لتشخيص الورم النقوي المتعدد نقوم ببعض الفحوصات الأساسية مثل تعداد الدم الكامل الذي قد يظهر فقر دم، وعلينا أيضا إجراء اختبار وظائف الكلى الذي قد يظهر ارتفاع الكرياتينين مما يشير إلى فشل كلوي، ونقوم أيضا بفحص الكالسيوم في المصل الذي قد يكون مرتفعا ويسمى فرط كالسيوم الدم، ونقوم بإجراء تصوير بكسيت أو موري لكامل الجسم والذي قد يظهر آفات عظمية تحللية أو كسور. والخطوة التالية ستكون إجراء شفط وخزعة نخاع العظم، والتي ستكشف عن وجود أكثر من 10% من خلايا البلازما. الآن كيف سنعالج هذه الحالة التي تسمى الورم النقوي المتعدد؟ يعتمد الأمر كله على عمر المريض ومدى لياقته. نحن عموما نصنف هؤلاء المرضى إلى مؤهلين لزراعة الخلايا الجذعية الذاتية أو غير مؤهلين. بشكل عام، المرضى الذين تقل أعمارهم عن 65 عاماً والذين يتمتعون بلياقة جيدة ولا يعانون من أي أمراض مصاحبة أخرى مثل أمراض القلب أو السكري أو أي مشاكل أخرى، ما نقوم به هو المضي قدما بالعلاج الكيميائي بالإضافة إلى بعض العلاجات المستهدفة لمدة 4 دورات أو 4 أشهر، ثم نتابع ذلك بإجراء يسمى العلاج الكيميائي بجرعة عالية وزراعة الخلايا الجذعية الذاتية، ثم نتابع ذلك ببعض الأدوية الفموية أو الأدوية القابلة للحقن كعلاج صيانة. كان يعتبر مرضا سيئا للغاية مع توقعات سيئة جدا في التسعينيات، ولكن في هذه الأيام نحن قادرون على تقديم متوسط بقاء على قيد الحياة يتراوح بين 8 إلى 10 سنوات للمريض الذي يتم تشخيصه بالورم النخاعي المتعدد.